دي رواية قصة الأستاذ فتحي غانم، وسيناريو حوار الأستاذ رأفت الميهي، وإخراجه وإنتاجه، ودي أنا أول مرة بتعامل معاه، وسعيدة جدا بالتجربة ديت، لأنها بعتبرها أنها تجربة جديدة بالنسبة للسينما. بالنسبة لي أنا شخصيا جديدة خالص. في الفيلم هنا بعمل شخصيتين، وشخصيتين مختلفتين تماما. يعني واحدة اسمها فاطمة، ست من بحري اسكندرانية، ومش متعلمة وفقيرة، ما بتملكش أي حاجة في الدنيا غير اسطوانة ذكرى من والدها وبنتها اللي هي يعني اللي هي متجوزة واحد بتحبه جدا جدا جدا، وما بتملكش حاجة في الدنيا غير انها تحبه وتغير عليه وتحافظ عليه، وقوتها بتيجي من الحب ده. ليلى علوي. عن دورها في فيلم قليل من الحب كثير عنف، الفنانة ليلى علوي. الفيلم قليل من الحب كثير من العنف. بشكرك يا استاذ نور، وانا واحده صغيره قوي من كل الحاجات الحلوه اللي انت عملتها. ولان الاثنين ده اول مره لكل التلامذة من ممثلات وممثلين ومخرجين ومؤلفين ومصورين، لا كتير قوي. اتعلمت ازاي اقرا وازاي اختار وازاي اتعامل، وازاي ان انا بالرغم ان انا اكون مشغوله بشغلي الفني، لكن قد كده الاسره مهمه، واني لازم دايما اكون محافظه عليها، وان الدراسه والثقافه والقراءه والعطاء للغير ده هو ده الحياه ومتعتها. المصري حبيب متحمس لو حتى بدقايق. هي نجمتنا الكبيرة ليلى علوي. سعيدة جدا جدا بان انا هكرم مخرج مهم جدا جدا، مخرج عالمي يوناني الاصل، مولود في الشبرا، وبيحب اليونان جدا وبيحب مصر جدا، وانا ليا الشرف الكبير اني اقدم التكريم اللي يستحقه فعلا المخرج العالمي كوستا فيرس. فليتفضل.